في فيديو نزله الملياردير محمد العبار، وده مؤسس وصاحب إعمار العقارية اللي بنت برج دبي أطول برج في العالم، وطبعا بيرقص عدد كبير من المؤسسات الكبيرة في العالم. يعني من الآخر راجل أسطورة. تعالوا نشوف نشر إيه وخلونا نعلق عليه في السريع. صباح الخير من عمار. سلم عليكم ابو خالد رئيس المجلس البركه. البركه في الشركه ابو خالد. هذا البركه. الله يسلمك. هذا البركه الريال الاعداد هذاك. ابو محمد. اخونا هادي من هناك. احنا نشجع الناس ان يسوون مكاتبكم كذي، الشركات الناجحه هذه مكاتب. طيب الراجل من الآخر بيقول إن المكاتب لازم تبقى مفتوحة بدون فواصل علشان تبقى بيئة العمل صحية وكده. الحقيقة محمد العبار فعلا شخصية متواضعة على قدر عالي جدا من العلم والخبرة، ولكن اسمح لي بقى، في دراسات كتيرة أنا قريتها بنفسي وكمان من خبرتي العملية ومن مراجعاتي لأخبار كتير من الشركات الأمريكية صاحبة النظام ده نفسه، واللي أثبتوا بعد التجربة إن نظام المكاتب التقليدية أريح وبيوفر نسب أعلى من التركيز والإنجاز. وانتوا بقى رأيكم إيه؟ مع أو ضد؟